ظاهرة استثنائية في تاريخ نضال الشعوب، خصوصا أننا أمام عدو يحظى بتأييد دولي كبير ودول كبرى. إسرائيل عندما قامت بطبيعة الحال منذ بن غوريون حتى اليوم، يعني دولة لديها مشروع جهزت كل الإمكانات المالية والدبلوماسية والتقنية والحلال والحرام لتنفيذ هذا المشروع. ما هو مشروع، ما هو غير مشروع، ما هو شرعي، ما هو غير شرعي، ما هو مباح، ما هو غير مباح، كل شيء مباح لإسرائيل ولعقل العصابة لاحتلال الأرض وتكريس دولة الاحتلال على أرض فلسطين. الشعب الفلسطيني من 48 وهو يقاتل وهو يكافح. أخطر مرحلة بمراحل نضال الشعب الفلسطيني هي ما جرى مؤخرا في غزة والضفة، وما يجري الآن من استهداف لغزة والضفة بعد إسقاط كل الاتفاقات والتنكر لكل ما تم الوصول إليه مع القيادة الفلسطينية السابقة بقيادة أبو عمار. حتى رابين قتلوه، يعني لأن العقل ليس عقل سلام وليس عقل حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني